أشرف بن شرقي 1,500,000 دولار راتب سنوي. تفاصيل أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي هيلعب معاهم موسمين ونصف مع إمكانية التمديد لموسم كمان. راتب سنوي 1,500,000 دولار زائد 300 ألف مكافأة تعاقد. اللاعب فسخ طبعا تعاقده هناك مع الريان القطري وتنازل عن 600 ألف دولار. الفكرة كلها، هل أشرف بن شرقي مفيد للنادي الأهلي؟ هو مفيد لأي فرقة بصراحة. خلينا نتكلم واضحين يعني ومش محتاجة يعني. تريزيجيه هل هو مفيد للنادي الأهلي؟ أوكي. أشرف بن شرقي هيبدأ يلعب معاهم من أول اللقاء اللي جاي أو اللي بعد الجاي. الصفقة الجديدة اللي جريتشار ده ولا مش عارف اسمه ايه، هقول لكم اسمه دلوقتي وهجيب لكم قصة هاني سعيد قالها وتبقى كارثة طبعا لو اتعملت. الفكرة كلها، انت جايب لعيب عشان يلعب معاك كاس العالم، ده طموح اللاعب نفسه، ولكن هل اللعيب ده بالفعل هيفيدك قدام الفطاحل اللي هتلعب معاك في كاس العالم للانديه؟ وهل اداره الاهلي صح في انها تتعاقد مع تريزيجيه ومع اشرف بن شرقي قدام الناس دي؟ من الاخر كده يا شباب عشان نكون واضحين، الاهلي مش هينافس في كاس العالم للانديه، الاهلي داخل يلعب لعب مشرف ويخرج من الاخر، لان مش دي الصفقات اللي انت تلعب بيها في كاس العالم للانديه. خلينا واضحين يعني، انا مش جايب مثلا حد زي كينو من افضل المحترفين اللي دخلوا مصر وما شفتش محترف بالكواليتي بتاعه قوي دخل. طب الناس وجمهور الزمالك زعلان من اشرف بن شرقي، معلش خلينا بقى نبقى حيادين شويه. انا ازعل من اشرف ليه؟ انا مش عارف اتعاقد مع اشرف، فالراجل استنى مره واتنين، وخلي بالكوا اداره الاهلي راحت له مره واتنين وتلاته واربعه خلال السنين اللي فاتت وهو ما وافقش، واستنى منك كلام لكن ما لقاش منك كلام. طب معلش يعني، ما انا زعلان ليه؟ انا ممكن ازعل انه رايح الفريق المنافس ليا، تمام، على عيني وعلى راسي، ولكن الراجل يعني معلش ما عملش ما اجرمش. انت سابك لعيبه تانية كانت معاك نجوم، طارق السعيد كان معاك نجم ومحدش قال له امشي ومشي، تمام. امام عاشور اكبر مثال، هو بيلعب مع الاهلي وهو زملكاوي وجواه زملكاوي، ولكن بيلعب خلاص اخلاصا للنادي اللي بيلعب فيها واخلاصا للمرتب اللي بياخده واخلاصا كشرف المهنه، هو بيلعب مع النادي الاهلي. ولو جت فرصه لرجوع امام عاشور للزمالك هيرجع تاني الزمالك، تمام. اما اشرف بن شرقي فهو في الاخر محترف، الراجل بيأدي مهام عمل، فطبعا عمل مع الزمالك ما ينفعش بقى جمهور الزمالك يبقى ينسى اللي عمله اشرف عشانه. اشرف لعب معاك باجتهاد، عمل معاك كل حاجه، خلص عقده، ولكن كمل عقده معاك عشان خاطر يلعب ماتش معين كان في نهائي الكاس، الراجل لعب وخلص ومشي باحترام ومشي بكل اريحيه ومفيش مشاكل بينك وبينه. فمشكلتك انك مش عارف تجيبه، دي حاجه تانية مش بتاعته هو، ده اولا. ثانيا بقى، الناس زعلانه من اداره الزمالك قوي. انت زعلان ليه من اداره الزمالك؟ إدارة الزمالك عليها ديون بمليار و900 مليون جنيه. أنت متخيل الرقم؟ من إدارات سابقة، مش هنتكلم في أسامي، هنتكلم في إدارات سابقة لنادي الزمالك كان عليك مليار و900، فأنت سديت حوالي مليار، فأنت بتطالبهم بلعيبة هم يعني معلش يعني، هي في إدارة مش عايزة تجيب لعيبة؟ في إدارة مش عايزة تجيب لعيبة وتقوي فرقتها؟ لا طبعا عايزين يجيبوا واحد واثنين وثلاثة، ولكن الأمر صعب عليهم قوي، ورغم كده أنت هتسمع عن صفقتين ثلاثة جايين برضه. بس الفكره ان كل ما يخلصوا من خازوق يطلع لهم خوازيق، كل ما يخلصوا من خازوق يطلع لهم خوازيق، فدي مش مشكله الاداره الحاليه، انا عايزك تفهم بس دي مش مشكله الاداره. هتقولي طب ما عرفوش يخلصوا في اشرف ليه؟ صدقني، اشرف لو فيه الخير ما كان رمى الطير. اشرف مع الريان القطري كان بيقعد 3/4 ماتش احتياطي، ومعنى كده انه مش لعيب مش حلو، لا هو لعيب حلو وهيمشي على اللعيبه المصريه، لان اللعيبه المصريه 3/4 كسر اساسا، تمام. اللي في الانديه من بعد حاجه اسمها الاستثمار، ف3/4 اللعيبه المصريه كسر. لكن خلينا برضو نقول وندي حقه، اداره الزمالك شغاله وطالع عين ابوها، شغاله بتدفع في مليارات مش بتاعتها، شغاله بتدفع في ديون هي ملهاش اي ذنب فيه. فبالراحه عن الناس وسيبوها تشتغل، سيبوها تشتغل. انتوا ما خرجتوش من ورا بطوله لغايه دلوقتي، انتوا بتنافسوا، ولكن اتاخدت منك لعيبه تقيله طب ما انت خدت لعيبه تقيله، ما انت خدت عبد الله السعيد، ما انت خدت ناصر ماهر، ما انت خدت احمد حمدي، زي ما انت خدت هم نفسهم برضو بياخدوا، فالموضوع خد ودي عادي يعني، مش دي مش اخر لعيبه، انت رحل من عندك لعيبه، ما تزعلش مني، تهد والزمالك مستمر وخد سوبر افريقي وخد والراجل شغال زي ما هو وعلى قدم وساق. فنهدى على الناس، نهدى، سيبهم يشتغلوا، وصدقوني الزمالك هيتعدل، ولكن مع
انخفاض شويه الديون اللي عليه، هتلاقي الزمالك في حته تانية. سلام.